بسند صحيح. يوم يكون المال أكثر من العقيدة، بعضهم عنده الفلوس أكثر. يخبرني الشيخ سعيد المسفر الداعية، وسوف أبلغه سلامكم وسلام الوالد الشيخ محمد الحسن والد الشيخ بشير، أنه استودعني ذلك. والشيخ ترى نكتي فكاهي. يقول كان في إمام في قرية من القرى عامي، فدفعوا له أجرة يصلي بهم الصلوات، هو فقير ما يصلي عشان الأجرة. فجاء يوم العيد قال أصلي بكم أصلي بكم العيد؟ فقالوا أجرة العيد تدخل في أجرة رمضان. قال والله ما تدخل. قالوا والله ما عندنا إلا ذلك. فقام في المحراب فطلق ثلاثا: لا أصلي بكم العيد. هذا لأن الأجرة أعظم أحيانا من الدين. يقول أحد علماء اليمن، الإمام يحيى حميد الدين كان إماما في اليمن حاكم قبل أحمد حميد الدين، قبل الجمهورية جده، وكان بخيلا، فولى قاضي من القضاة القضاء في صعدة، بلدة صعدة مدينة صعدة، وكان بخيلا فأعطاه 12 درهم. قال القاضي: ما تكفيني راتب شهري. قال: خذ الجزية من اليهود، قرية في اليمن كلهم يهود، خذها وخذ الجزية لك أنت، لا تجي في بيت المال. فذهب إلى اليهود فجمعهم. قال في صعدة: من هذا الشهر ترى الجزية تدفع لي، لأن الجزية تؤخذ طبعا منها الكتاب. فقام شيخ يهودي كبير فقير قال: نحن فقراء وليس عندنا مال، والخلاف بيننا وبينكم شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بعلن الشهادة عني وعن الجماعة ندخل في الدين. قال: الآن تعلنها؟ قال: إيه؟ قال: والجزية؟ قال: لن ندفع، إذا أسلمنا ندفع. قال: فأخرج جنبية الخنجر وطلق بالثلاث وحلف: إن أسلم منكم أحد ذبحت. يقول لأنه يريد الأجرة طبعا أعظم من الإسلام، أعظم من الإسلام. يقول: والله إن دخل أحد منكم في الإسلام أن يذبحه. كيف؟ لأن الإسلام صار الفلوس أغلى من الإسلام. على ذكر ذلك أنا ذكرت نكتة من بعضكم سمعها ولا؟ يقول الدكتور طارق السويدان في السويد، أحدهم يوم العيد سويدي أسلم، ما يعرف يذبح الخروف العيد الأضحية، مسكين، جاء يذبح الخروف فانقلب من الخروف، فأتى بالسكين وفيها دم ودخل المسجد المصلى، فخاف المسلمون لأنه مع الرسوم الموسيقى، قالوا يمكن هذا مهبول أو بيقتلنا، وهم يصلون. وسلم الإمام والتفت وإذا ذاك أقبل بالسكين. قال: فيكم مسلم يذبح يعني؟ قالوا: لا. يقول: ما فينا مسلم. قال المصلون خايفين: هذا المسلم هو الإمام. قال المسلم الإمام: أنا مسلم؟ إنسان. استغفر الله. قال: أنا وذاك بالسكين لأنه خاف الموت. قال المصلين: أنا مسلم؟ إيه نعم. قال الإنسان إذا صلى ركعتين قلت أنا مسلم؟ الله يغفر لنا ولكم. هذا الخوف إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بالله عليك أنت تشوف واحد بالسكين على راسك تبطر دم، لا بتتخلص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه وقفة يا إخوة. أما الوقفة الأخيرة فنحن معكم على جولة مع الذكر مع بشير والمشير والأخ الكبير والابن الصغير في متحف مع البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.